مساء الفل عليكم. عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا كنت عامله تتبيله للبانيه المشوي وكنت ناويه انزلها لكم بقى مع الاكل اللي انا هحطه جنبيه. لقيت ابني بيقول لي ايه، انا مش عايزه اكل بانيه مشوي. التتبيله دي جميله جدا وموفره جدا، فانا هنزلها لكم في الاخر. بصوا بقى انا هعمل ايه. انا هجيب بضايه على ايه، على نفس التتبيله ونفس البانيه، ما يجراش حاجه. انا هعمل كده اهو واقلبهم. هاخد بقى ايه، هبدرهم فين، في الدقيق ونروح نقليهم. امبارح النتيجه طلعت بتاعت ولادي ويا اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. يعني ابني جاب 94%. انا مبسوطه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. خلاص كبرت، ابني داخل الجامعه. خلاص كده البانيه، قليت البانيه خلاص. وايه، وعملت شويه صلصه المكرونه. طبعا انا لما كنت هعمله مشوي كنت ايه، هعمل جنبيه شويه رز ابيض وشويه سلطه وخضار سوتيه، بس انا عيالي غيروا الخطه خالص، مش راضيين ياكلوه مشوي. فانا ايه، عملت المكرونه وحمرت البانيه وهنزل كده. بس ممكن اشيل من الصلصه دي شويه. نبدا بالمكرونه كده اهو. البوتاجاز متبهدل، كل حاجه متبهدله. عندي فرح وعايزه انجز وعايزه اعمل الغدا وانزل. عقبال عندكم. طبعا انا ابني السنه دي رايح جامعه وانا اتخرجت من الجامعه. كنت بدرس وخرجت السنه دي. لسه بقى ايه ان شاء الله حفله التخرج باذن الله كده هبقى اصورها لكم. دعواتكم. نغرف بقى كده ونتغدى قبل ما ننزل. ايه دي المكرونه والبانيه. هحط لكم بقى التتبيله دي سهله جدا وروعه بجد، وموفره وبتطلع الحاجه طعمها حلو. وهتلاقوها كانت مقدمه لبقيه الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي الحلوين الطعمين اللي دايما داعميني كده. هقول لكم على اسهل واحلى وصفه للبانيه المشوي، اسهل تتبيله هتعمليها. طبعا احنا جايبين هنا البانيه غسلاه زي ما انتم شايفين كده اهوت، غسلاه بالملح بس. بلاش نحط ايه، خل، الخل بيزفره. وكنت ضاربه بصلايه على طماطمايه زي ما انتم شايفين كده اهو. رحت وفيهم شويه فلفل اسود وشويه ملح، صفيتهم من الميه. خدت الميه وهننزل كده اهو، ومش هنرمي دول، احنا هنحتاجهم لبانيه مقلي. هنحط بقى البانيه كده في التتبيله. عندكم بقى شويه صويا صوص عندكم وشويه خل كمان. وهنسيبهم بقى في التتبيله دي يقعدوا بقى نص ساعه ساعه براحته. ممكن تعملوا جنبيها مكرونه، رز ابيض وخضار سوتيه، رز ابيض وسلطه. اللي رايحكم بقى انتوا عيشوا حياتكم.